عودة الأبطال وشكوى الزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. أهلا بيكم وحلقة جديدة والكورة مع ديشا. أنا مصطفى غازي. لو لسه ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي واشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن من اللايكات. رسميا دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية قرعة ربع النهائي ستقام يوم 20 في الشهر الجاري في الدوحة. أنباء عن حضور أمير القلوب كابتن محمد أبو تريكة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في الدوحة. ده خبر سريع حبيت أقوله لك في بداية الحلقة. غضب حمزة المسلوسي. حمزة المسلوسي غضبان داخل جدران نادي الزمالك، خصوصا بعد الأنباء اللي طرحت الفترة الأخيرة إن هيتم رفعه من القيد بتاع أو من قائمة نادي الزمالك. نادي الزمالك عايز يشيل حمزة المسلوسي من قائمة النادي علشان خاطر الإصابة اللي تعرض ليها، قطع في الرباط الصليبي. فنادي الزمالك يعني عايز يوفر مكان أجنبي داخل القائمة بتاعته علشان خاطر يتم رفع اسم حمزة المسلوسي. الأمر اللي أثار غضب حمزة المسلوسي، خصوصا إن هم لحد الآن لسه حمزة ما تمش العلاج بتاعه، ما تمش اجراء العمليه بتاعه الرباط الصليبي ليه. فيعني حمزة المسلوسي غضبان الى حد ما. إيه اللي هيتم مع حمزة المسلوسي الفتره الجايه؟ ده اللي احنا هنتابعه. ننقل من حمزة المسلوسي على شكوى كونراد ميشيلاك لنادي الزمالك، هيشتكيه في الفيفا. نادي الزمالك خلاص، يعني الفترة الأخيرة كلها طرحت أخبار إن نادي الزمالك مش عايز كونراد وبيفكر إن هو يقطع الإعارة بتاعته. الأمر اللي كونراد مشلاك رفضه ووكيله رفضه والمسؤولين في نادي أحد رافضينه. وطلع الاحداث او الحوارات اللي حصلت في التلفزيون الفتره الاخيره ان نادي الزمالك مش بيقدر اللاعب، ونادي الزمالك مش بيقدر المسؤولين في نادي احد. ووكيل اللاعب طلع وقال ان الفتره اللي كان نادي الزمالك عايز يتعاقد فيها مع ميشيلاك كانوا يعني كثيرين الاتصالات عشان يتوصلوا لاتفاق يعني، ولكن دلوقتي خلاص عايزين يسيبوا اللاعب. الامر اللي يعني يغضب اللاعب كثيرا، خصوصا ان هم خلاص يعني بيخلوه يتمرن منفرد. اللاعب وثق الكلام ده في فيديو، وثق الكلام ده بالصور وبعته لوكيله علشان وكيل اللاعب هيتخذ الاجراءات القانونيه ان هم هيرفعوا شكوى في الفيفا ضد نادي الزمالك. نادي الزمالك عايز يقطع الاعاره، اللاعب بالفعل خلاص عايز يقطع الاعاره هو كمان، ولكن دون التنازل عن دولار واحد من مستحقاته. نادي الزمالك عايز يدفع للاعب 350 الف دولار، اللاعب متمسك بحصوله على اجره كامل اللي هو 700 الف دولار. نادي الزمالك هيخش في دوامه الفتره اللي جايه مع كونراد لو الشكوى دي تمت للفيفا فيها وقف قيد، والزمالك مش ناقص اصلا. يعني انا مش عارف نادي الزمالك يعني بيدخل نفسه في مشاكل كتير، هو اللي بيدخل نفسه، مجلس ادارته اللي بتدخل نادي الزمالك في مواضيع في غنى عنها وفي مشاكل في غنى عنها. زي بالظبط امبارح ما يعني الاخبار اللي طلعت عن دالا المهاجم اللي الوكرة القطري اللي الزمالك بيحاول يتواصل معاه. يعني هم بعد لما توصلوا للكلام وفتحوا المواضيع وكل حاجه، تفاجأ مسؤول الوكرة القطري ان نادي الزمالك عايز يعني دالا ببلاش. زي كونراد ميشيلاك كده الاعاره بتاعته كانت ببلاش، الامر اللي قبل بالرفض من اداره الوكرة القطري. ولكن يا جماعه هو يعني ايه ببلاش؟ ما فيش حاجه، انت بتجيب محترف هتجيبه ببلاش؟ يعني الكلام ده تتكلم مع الانديه المصريه حبايبك ومنك، لكن تجيب محترف من بره تجيبه من النادي بتاعه ما تدفعش للنادي بتاعه فلوس؟ يعني الموضوع صعب للغايه. وسام ابو علي يرفض عروض يعني ايه تاريخيه، عروض جنونيه، عروض بمبالغ ضخمه سواء للنادي الاهلي او سواء مرتب اللاعب والراتب بتاعه. العربي القطري مقدم عرض لوسام ابو علي، وسام ابو علي رفض العروض. كلم الوكيل بتاعه قال له ارفض كل العروض دلوقتي، انا مركز مع النادي الاهلي علشان كاس العالم للانديه وعلشان البطولات اللي النادي الاهلي مشارك فيها وعلشان استعيد مستواي مره اخرى. اقفل كل العروض، ما تناقش اي عروض. اي عرض يجي لوسام ابو علي كلف الوكيل بتاعه ان هو يلغي العروض دي او ما يقدمهاش اصلا للنادي الاهلي، لان في الفتره الاخيره في عروض كتير وصلت للنادي الاهلي عن طريق وكيل
وسام ابو علي وعن طريق الوكلاء. الامر يعني ايه اللي كان يعني مضايق النادي الاهلي شويه ومضايق اداره النادي الاهلي شويه، شايفين ان اللاعب كتر العروض عليه هتخليه يطلع عن تركيزه، هتخليه ما يركزش في الملعب، فطلبوا من وكيله ان هو تقفل كل العروض. في نادي كمان في الدوري السعودي عايزين وسام ابو علي، انديه كتيره في الدوري السعودي عايزين وسام ابو علي. وسام ابو علي رفض عرض من الدوري الالماني علشان خاطر عايز يشارك مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. ايه اللي هيتم بعد كاس العالم للانديه؟ بشوف ان العروض هتيجي كتير لوسام ابو علي، وبالفعل اللاعب ممكن يرحل عن صفوف النادي، خصوصا لو العائد المادي كبير. بشوف ان النادي الاهلي ممكن يستفاد من وسام ابو علي. مش عايزين نكرر اللي حصل مع اليو ديانج، وجاي لك في اليو ديانج موضوع مهم جدا. لما جاله عرض ب 6 و7 مليون دولار النادي الاهلي تمسك بيه، بعد كده جه مارسيل كولر مش مقتنع باللاعب او مش مقتنع بقدرات اللاعب الفنيه، وده طبعا على عكس رغبات الجماهير وعلى عكس اللي الجماهير الاهلاويه شايفينه، علشان خاطر يتم تجميد او يتم عدم مشاركه اليو ديانج في كثير من المباريات. اللاعب دلوقتي طلع اعاره ب 500 الف دولار، يعني احنا ما استفدناش من اللاعب في الفتره الاخيره وما استفدناش بالمبالغ اللي كانت ممكن تعود من اللاعب، فمش عايزين نكرر الغلطه دي مع وسام ابو علي. موضوع اليو ديانج مارسيل كولر رافض رجوعه للنادي الاهلي. زي ما بقول لك كده، اليو ديانج دلوقتي هيخلص الاعاره بتاعته في شهر 6 اللي جاي وهيرجع لك نادي الاهلي، خصوصا ان مفيش عروض تم العرض على النادي الاهلي يعني بعروض جديده، سواء بتجديد الاعاره او تمديدها او عروض من انديه اخرى. ولكن المشكله هنا انت دلوقتي بتدور على مهاجم اجنبي او جناح اجنبي علشان تكمل القائمه الاجنبيه بتاعتك. لما يجي اليو ديانج، مين الاجنبي اللي انت هتمشيه عشان تسجل اليو ديانج؟ تاني حاجة، مارسيل كولر غير مقتنع بأليو ديانج. مارسيل كولر مش عايز أليو ديانج يجي، يعني لو مارسيل كولر رافض عودة أليو ديانج، رافض قيد علي معلول. أنا مش عايز الناس دي معايا في الفريق، خلاص أنا عايز دم جديد في الفريق. ولكن إدارة النادي الأهلي يعني في الأيام اللي جاية هتبحث مستقبل أليو ديانج. بصراحة بشوف إن كولر يعني في اوقات بيبقى معاه حق وفي اوقات بيبقى مش معاه حق، ولكن هي وجهة نظره الفنية، هو عايز يكون فريق كبير. ولكن بشوف ان اليو ديانج هيبقى مفيد ليا في كاس العالم. ويبقى السؤال هنا على حساب مين؟ هتمشي اشرف داري، هتمشي يحيى عطية الله، هتمشي اشرف بن شرقي، هتمشي نيجيك، هتمشي الصفقة الخامسة لو تعاقدنا معاها. قيد اليو ديانج مره اخرى في النادي الاهلي وعودته هيبقى صعب على حساب مين؟ اخر موضوع معايا النهارده، اخر تطورات ازمه علي معلول والقيد داخل جدران النادي الاهلي. طبعا مارسيل كولر خلاص يا جماعه رفض رفض تام، واعضاء داخل لجنه الكوره في النادي الاهلي مع مارسيل كولر شايفين ان علي معلول مش هيقدر يقدم مستواه اللي كان عليه قبل الاصابه، وان علي عشان يبدا ان هو يشارك في التدريبات الجماعيه مع الفريق ويبدا ان هو يرجع تاني بنسبه كبيره 100% يعني، ويتم شفاعه على خير ونسبه التاهيل بتاعه تخلص، شايفين الكلام ده هيقعد شهر. طب انا دلوقتي عايز اجيب اجنبي عشان استفاد منه، انا داخل على دوري ابطال افريقيا الدوري وبعد كده بجهز عشان كاس العالم للانديه. فمارسيل كولر رافض رفض تام. كابتن محمود الخطيب احد الاعضاء في لجنه التخطيط تواصل معاه ان هو ممكن يطلع علي معلول، يعني يديله يجيب له عروض من الدوريات العربيه اللي لسه القيد ما اتقفلش فيها، علشان خاطر يتم اعاره علي معلول يلعب معاهم يتاهل معاهم الفتره دي. تم يعني ظبطت حالك ورجعت تاني لمستواك ترجع معانا تاني، ولكن برضو يبقى السؤال على حساب مين. فيعني بشوف ان موضوع علي معلول بنسبه كبيره اتقفل مع النادي الاهلي حتى اشعار اخر، بنسبه كبيره، مش بقول 100% علشان خاطر وارد 1% حتى هو اللي يتفوق ونشوف علي معلول تاني في النادي الاهلي. في النهايه اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الحلقه تكون عجبتك. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد ممكن من اللايكات، انت وذوقك. اشوفك في حلقات تانية كتير. سلام عليكم.